شوربة العدس وفتة العدس هما الحل الأمثل في الجو اللي احنا فيه ده. أهلا بيكم في قناة هاجر وليديا. يلا نعمل مع بعض شوربة عدس تحفة وبطريقة بسيطة وسهلة جدا، وكمان هوريكم ازاي نعمل فتة عدس خطيرة هتدفينا في الجو الساقع ده. ولو أول مرة تشوفوني لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة. يلا نبدأ ونقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا ربع كيلو عدس أصفر مغسول ومتصفي، وبنغسله كويس جدا لحد ما المية بتاعته تكون صافية خالص. بصلة متقطعة، واحدة بطاطس متقطعة مكعبات، جزرة متقطعة شرايح، واحدة طماطم متقطعة قطع وسط، معلقة كبيرة من السمنة الفلاحي، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون. في حلة على النار هننزل بمعلقة السمنة الفلاحي لحد ما تسيح والحلة تسخن معانا شوية. اول ما تسخن هننزل بالعدس مغسول ومتصفي زي ما قلنا، ونبدأ نشوحه كويس ونقلبه من دقيقتين ل3 دقايق. بنشوحه زي ما انتوا شايفين كده، لازم نقلب فيه باستمرار. بعد كده هنبدأ نزود عليه الخضار اللي معانا. هنزود البصل ومكعبات البطاطس وقطع الطماطم، واخر حاجة شرايح الجزر. هنقلب بقى العدس مع الخضار كويس جدا لحد ما كله يتشوح مع بعض. طبعا في ناس ما بتعملش العدس بالطريقة دي خالص، في ناس بتحط على طول المية المغلية وتحط عليها المكونات دي كلها وتسلق العدس، لكن بالطريقة دي بيكون طعمه احلى بكتير. علشان كده بقولك شوحيه ما تسلقهوش، والنتيجة بجد هتبهرك. كده تمام وزي الفل. بعد كده هننزل عليهم بمية مغلية، لازم المية تكون مغلية، ما ينفعش تحطوا مية باردة خالص، يا دوب تغطي العدس بالشكل ده كده، وما تكتروش المية قوي، لان احنا في الاخر القوام لو لقيناه تقيل شوية بعد ما نضرب العدس بنزود مية سخنة شوية بشوية لحد ما نظبط القوام كويس جدا. نقلب العدس مع الخضار تقليبة بسيطة كده، واخر حاجة هنزودها هي الملح والكمون. وزي ما انتوا شايفين كده العدس مش بنزود له اي بهارات تاني، الخضار اللي بنحطه هو بيديله طعم حلو جدا ومش بيحتاج اي توابل تانية. هنقلب العدس، واول ما المية تغلي هنغطي الحلة ونسيبها من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما يستوي. تعالوا بقى نجهز العيش بتاع فتة العدس لحد ما العدس يستوي. لو عندكم عيش ناشف اعملوا بيه على طول، ولو مفيش هنحمص عيش بلدي زي ما انا هعمل كده، وبالنسبة لي ده بيكون طعمه احلى بكتير. هنجيب العيش البلدي ونبدأ نقطعه بالمقص بالشكل ده كده. هنقطعه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت رغيفين، الكمية دي بتكفي فردين، تقدروا طبعا تضاعفوا الكميات حسب عدد الافراد اللي هياكلوا. كده تمام، خلصت الرغيفين اللي معايا. التقطيع بالشكل ده كده وبالحجم ده بيكون حلو جدا في التحميص. بعد كده هزود على العيش شوية من الزيت، ونص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون. هقلب بعد كده العيش كويس لحد ما يتغلف كله بالزيت والملح والكمون. بعد كده هنبدأ نحمصه، ممكن في الميكرويف وممكن في الفرن. لو في الفرن هتدخلوه ربع ساعة وتتابعوه لحد ما يتحمص. انا هحمصه في الميكروويف، اسهل وانجز في الوقت. هدخله دقيقتين واوريكم. بطلعه بعد دقيقتين اديله تقليبه كده بسيطه، وبعد كده بدخله تاني دقيقتين كمان. هو هياخد معايا بالظبط 4 دقايق، وممكن ياخد معاكم من 5 ل6 دقايق حسب نوع الميكروويف عندكم. كده تمام، العيش اتحمص وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده، تحفه جدا. اهم حاجة لو هتحمصوه في الميكرويف ما تدخلوش المدة كلها مرة واحدة، دقيقتين في دقيقتين وتتابعوه. عايزة اقول لكم ان انا بقعد اتسلى على العيش ده وبخلص نصه قبل ما الفتة تتعمل من كتر ما هو طعمه حلو جدا. بجد طعمه احلى من الجاهز بكتير. لو مش متعودين تحمصوا عيش في البيت جربوه هيعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف العدس بتاعنا عشان تعرفوا انه استوى بقى زي الفل. هناخد شريحة من الجزر ونشوفها مستوية ولا لا،
واشمعنى بناخد الجزر؟ لان هو يعتبر انشف حاجة في الخضار اللي احنا حطيناه. انا مش هتكلم طبعا، انتوا شايفين اهو استوى وزي الفل ما شاء الله. هوطي النار عليه خالص وهبدأ بقى اضربه بالهاند بلندر. ودي بقى اكتر حاجة بحبها في الهاند بلندر، اني اضرب بيها العدس، لان هي بتسهل كتير جدا. ولو مش موجودة هتطفوا النار على العدس وتسيبوه يبرد تماما، وبعد كده تحطوه في الخلاط وتضربوه، وبعدين تحطوه في الحلة تاني. هضرب العدس كويس جدا بالهاند بلندر. طبعا ما ينفعش تستخدموا الهاند بلندر في حلة جرانيت او تيفال او اي حاجة قابلة ان هي تتجرح، لان هي اكيد هتبوظ معاكم. لازم تستخدموه في حلة تكون استانلس او ألمونيوم، غير كده ما ينفعش. كده العدس اتضرب معايا وبقى كويس جدا زي ما انتوا شايفين. القوام بتاعه بقى ناعم خالص، بس لو لاحظتوا هتلاقوا القوام تقيل شوية زي ما قلتلكم. هنبدأ ان احنا نخففه بالمية شوية بشوية لحد ما نظبط القوام بتاعه. هبدأ ازود شوية من المية المغلية واقلب واشوف القوام هيظبط معايا ولا هيحتاج شوية مية كمان. حسيت القوام عايز شوية مية كمان، هزود حبة كمان وهقلب تاني ونشوف. بس زي ما انتوا شايفين بزود حبة صغيرين عشان القوام ما يبقاش خفيف معايا مرة واحدة وبعد كده مش هعرف اظبطه. كده العدس بقى تحفة وزي الفل. شايفين كده القوام بتاعه مظبوط جدا جدا. احلى شوربة عدس هتدوقوها ما شاء الله، تحفة بجد. لون وريحة وطعم بجد تحفة. احلى شوربة عدس هتدوقوها ان شاء الله. نجهز بقى فتة العدس الحلوة بتاعتنا دي. الحمد لله ما خلصتش العيش كله زي ما انتوا شايفين اهو. هبدأ انزل بشوربة العدس على العيش اللي حمصناه بالشكل ده كده لحد ما اغطيه كله. طعمها بجد يجنن. فتة العدس دي احلى حاجة تدفي في الجو التلج اللي احنا فيه. بحب قوي اكلها مع الليمون المخلل، ولو كمان في بصل اخضر بقى هتبقى حاجة جامدة جدا، بس للأسف ما كانش عندي بصل اخضر. شايفين الجمال؟ تحفة جدا جدا بجد. اللي مجربش فتة العدس دي فايته كتير. نيجي بقى للشوربة بتاعتنا اللي الفتة نستنا الشوربة اصلا، اللي هي اساس كل حاجة. بصوا بقى الجمال. شايفين بقى القوام بتاعها مظبوط ازاي؟ اهم حاجة تظبطوا القوام بتاع الشوربة وانتوا بتزودوا المية المغلية عليها. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، واكون قدمت لكم شوربة العدس وفتة العدس بطريقة حلوة وخفيفة وسهلة. هستنى رأيكم، ولو حد عنده استفسار او تعليق على اي حاجة يسيب لي كومنت وهرد عليكم على طول. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وكمان تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. شكرا جدا ليكم والف هنا على قلبكم.